صالح بن محمد بن مشري من قرية محضرة، ولد عام 1377 هجرية في أسرة احتفظت بتقدير أهالي القرية لها لعقود طويلة، فأصبحت مشيخة القرية في هذا البيت. كان جده محمد بن مشري رجلا فاضلا محبا للناس محبا للحياة، تجلس إليه وقد بلغت 80 وكأنه شاب في 20. في هذا المناخ ترعرع عبد العزيز، حيث كان يرعاه جد، ذلك الجد الذي يستقبل الضيوف كل يوم، وحينما لا يأتون إليه فإنه يذهب إليهم. كان يجيد سرد الحكايا وكان يستعذب سماعها أيضا. ففي هذا المناخ كان عبد العزيز يجلس منصتا لجماليات تلك الحكايات، ولعل هذا ما دفعه مبكرا إلى السرد. عبد العزيز هو إذا ولد في البيت هذا ودرس في البيت هذا وقعد في البيت هذا، كتبه ومذاكرته وزملائه اللي يجون في الغرفة دي. هناك طابعا انعزاليا طبع حياته منذ البداية، يعني كان إلى حد ما مستقلا حتى عن عائلته في المكان، وكان ربما هو الشخص الأول أو الوحيد الذي منحته عائلته مكانا مستقلا، يعني منحته غرفة مستقلة عن بيت العائلة. وبدأ في تلك المرحلة المبكرة من بناء مكتبة صغيرة جدا، يعني بدأت بمجلة العربي من أوائل الستينات، وكذلك شكل الكتاب أو كلمة كتاب كانت جميلة، فكان عندي مكتبة صغيرة على قدر استطاعتي. عبد العزيز مشي طال عمرك درس لين وصل طال عمرك ثاني متوسط، بعدين جاء السكر. هذا أصيب بمرض السكري ولم يتم التعرف عليه إلا بعد عامين، بعد أن نهكه ذلك طويلا، وخسر نتيجة لعدم التبكير باكتشاف المرض وعلاجه، خسر الكثير من وظائفه الصحية. كان مضطر أن يأخذ يوميا حقنة، وكان يحتاج أيضا إلى عناية معينة وإلى بعض الأغذية. أحيانا كان يتكاسل أو يسهر وينسى يأخذ الحقنة من الصباح، تدهور حالته واضطر أحمله إلى المستشفى. كان يعيش معاناة الفشل الكلوي، الغسيل أيضا الدموي بواقع مرتين في الأسبوع. موضوع المرض هو موضوع أساسي بحياة عبد العزيز، ولكن ينبغي أن نقرأ أدب عبد العزيز في ضوء مقاربته لهذه المسألة. إذا ما كانت، يعني إذا أصبحت مقاربة وجدانية عاطفية تستميل الناس إلى الحزن عليه والإشفاق على وضعه، فهنا أزمة يعانيها الكاتب. ولكن إذا استطاع عبد العزيز أن يصنع من هذه الموضوعة أدبا، يعني أدبا يعني فيه جدية وفيه يعني إمساكة صحيحة بهذا المفهوم، فأعتقد أن هذا ينبغي أن يحسب له. أنا يعني أعجب من السؤال أيضا، أنا نفسي أعجب من السؤال، وأحس وقد تعجب بشيء من الانهزام عندما أرى ما ينشر حول هذا الموضوع، بأن فلانا مريض ويكتب، أو مريض ويبدع، أو مريض يعني لا، مسألة أنا كثير تزعجني حقيقة.
مسألة المرض هي مسألة مرتبطة عندي بالوعي، وبالتالي هي مسألتي الخاصة التي أستطيع أن أتعامل معها وأروضها لكي تعطيني منحة أو فرصة من الصحة حتى أستطيع أن أكتب أو أن أبدع. هذا همي وهذا وعي وهذا هو فكري. هو كتب السيف والوردة في مكاشفات السيف والوردة جزء من معاناته مع الكتابة والمرض واضح، لكن لما نقرأ أعماله لا نجد هذا الهاجس المرضي في أعماله. هو بيقدم عمل بعيد جدا عن إشكاليته كإنسان بيعاني مع المرض. فأبدا بأي حال من الأحوال لا يمكن لأي كاتب لأي قارئ لا يعرف عبد العزيز مشري أن يكتشف شخصية إنسان عنده معاناة مرضية في مرحلة من مراحل حياته. عبد العزيز انتقل إلى المنطقة الشرقية ربما في عام 71 ميلادية أو 72 لإكمال شهادة الكفاءة، وسكن في الدمام مع خاله. تعرفت عليه عن قرب وكنت طالبا في جامعة البترول، ثم عاد إلى القرية وانقطعنا عن بعض إلا من زيارات بسيطة في الصيف. وبعد أن تخرجت من جامعة البترول عام 74 ميلادية أرسل لي عبد العزيز رسالة يعلن فيها أنه يشعر بالملل والكآبة والموت في القرية، ويطلب مني أن أبحث له عن وظيفة. بحثنا له عن عمل كمتعاون في الجريدة، وعن عمل أيضا في الميناء. كان يذهب إلى الميناء بالتاكسي ويعود في الساعة 3 منهكا ومعذبا، لذلك لم تطل مدة عمله في الميناء، وحاولنا في الجريدة أن نجد له عملا كمتعاون. كنت أسكن في الدمام لوحدي، رحبت به وطلبت أن يحضر معه إلى الجريدة. جاء عبد العزيز، وعندما رأيت جسما صغيرا ناحلا وكأنه جسم طفل. قلت له: أنت عبد العزيز؟ قال: نعم. لا تفكر أني صغير. تعايشت مع جبيل الملحان ما يقارب 1.5 سنة أو 2 سنين في بيت واحد. كنا عزبية في بيت شعبي متواضع في الدمام، فكان بيننا كثير من الحوار والقراءات والمناقشات باستمرار. ثم اتسعت الدائرة أكثر وأكثر، يعني اتسعت مع الزمن. ولكن يعني لا أنسى أبدا وجود هؤلاء الأشخاص، يعني مثل محمد العلي في الحقيقة كان بين وقت وآخر يزودنا بالكتب لما نحتاج. علي الدميني أيضا، جبير ملحان، وكان معنا محمد الصويغ كان رئيس تحرير الجريدة. في هذا المكان الذي نراه الآن وقد تحول إلى ملعب كرة، كان يقوم مبنى إدارة وتحرير جريدة اليوم ومطابعها. أنا تعرفت على الجريدة في عام 72، وعبد العزيز التحق بالجريدة كمتعاون عام 75 تقريبا. الفترة التي تشكل فيها عبد العزيز كانت هي الفترة الأولى التي تمتد من 72 ميلادي تقريبا إلى فترة 7 سنوات. كان يقرأ الكثير من الكتب، وكان يختلط في الجريدة، وكانت جلسات الأصدقاء أيضا، وهذه اللي شكلت وعي عبد العزيز الثقافي، وعيه السياسي أيضا. كان عبد العزيز مستاجر بيت متواضع جدا في الدمام في مدينة العمال في حي عبد الله فؤاد، كان يسمى عبد الله فؤاد، لا أدري إذا كان إلى الآن أو لا. العيشة متواضعة جدا. من أبرز ما يميز عبد العزيز النقاء وإصراره على الموقف وعناده وإصراره على الحياة. هو رجل يعني فيه من الطفولة مثل ما فيه من المرح، مثل ما فيه من الحزن، يعني رجل متعدد الشخصية، متعدد أطياف عبد العزيز. كان يبهرني بخطه الجميل وبرسمه وبأناقته. كان عبد العزيز مهتما بجمال اللبس، مهتما بجمال مكانه، مهتما بأناقة ما يقتنيه من كتب. عبد العزيز مشري يعني واحد من النبلاء القليلين الذين يمكن أن تلتقيهم في هذا العالم. رغم مرضه، رغم معاناته، لكنه كان أقوى منا كثيرا. كان في تلك الفترة
أكثر إنتاجا منا أيضا، وكان أكثر حبا للحياة حتى عشقا لها. عندما أزوره في بيته أتوقع أن أول يد ستلامس يدي بالسلام هو يد أخوه أحمد مشري. كان إنسانا قويا، لا يفكر في الآلام الجسدية أبدا بقدر ما يفكر في ما هي وظيفته في هذه الحياة تجاه مجتمعه تحديدا. يأتي متكئا على الجدار أو على أخيه، ثم قبل أن يسلم علينا جميعا يبادر إلى القول: تعيرنا أن قليل عديدنا وما علمت أن الكرام قليل. هكذا وبدون مناسبة وبدون أن يلقي علينا التحية، ثم يدخل إلى المجلس ليبدأ أحاديثه الشيقة وضحكاته المجلجلة رغم ذلك الألم، حتى أنه كان يسخر من مرضه حقيقة. عندما أسأله: أستاذ عبد العزيز، هل أستطيع أن أمر عليك غدا أنا وبعض الأصدقاء؟ يجيبني: لا، غدا سيكون عندي غسيل. أقول له: طيب ماذا عن بعد غد؟ يقول: عندي كوي. فوق مرضه هذا لا تقول، ما تقول إني مريض، يعني بعد ما صار انقطعوا رجوله، يعني فقد رجول الثنتين، تقعد معه طال عمرك تقول ما كنت صار علي أي حاجة، يعني يا أضحك وطال عمرك يحكي مع الناس ونفسه طيبة. أذكر أنني كنت قد نشرت له قصة بعنوان العنز، ثم لم يعرف هو أنني قد نشرتها عبر الملحق الثقافي في جريدة اليوم. بعد مدة سألني عنها وأراد نسخة من تلك القصة القصيرة لكي يضيفها إلى مجموعته. أرسلت له رسالة مداعبا، قلت: هذه عنزك قد ردت إليك، أرجو أن لا تنسى أنني قد صرفت كثيرا على سقايتها ورعايتها وعلفها. ثم أرسل لي قال: إنك قد أعرتني كتاب الحيوان للجاحظ، وفيه من الحيوانات الكثير، ومع ذلك لم أسألك شيئا عما في داخل هذا الكتاب أو هذه المجلدات من مخلوقات، ولم أطالبك بشيء من ذلك القبيل. وكانت ذائقته الفنية عالية جدا، حتى لم يترك أحدا منا دون أن يسخر عبد العزيز منه، إما من لبسه أو من حذائه أو من شكله. عندما عرضته كتاب الحيوان للجاحظ كان يداعبني قائلا: كلما رأيت كتاب الحيوان تذكرتك. عبد العزيز كان من أرقى من تعامل مع المرأة إلا أن أنا عرفتهم في الواقع. كان يدرك حساسية المرأة عندنا في السعودية. المرأة حساسة جدا في السعودية لشعورها بأن هي تعامل أقل من الرجل، فهو كان يدرك لهذه الحساسية وتعامل معها بسيمفونية عجيبة جدا، بحساسية الموسيقى. كنت سعيدا حينما تزوج عبد العزيز، تزوج بفتاة تعود في نسبها إلى أسرة فلسطينية كانت تعيش في القاهرة، وحينما تزوج وعاد بها أحسست بأنني تخففت من بعض أثقال حمل هم عبد العزيز ومتابعة ظروفه الصحية والنفسية. عندما انفصلوا بعد كده بمبادرة جميلة من جانبه مرتبطة بحالته المرضية، هو شعر إن هو في حالة يعني بتعطل سعادتها، و يعني تقبل أو اقترح هو فكرة الانفصال كخلاص من هذا الوضع. لم يكن مهيئا للإنجاب، فرأى أنه ليس من العدل أن يبقي زوجته معه، وبالتالي فاتحها في الطلاق وافترقا وهما يقدران بعضهما البعض. ذلك موقف إنساني لا يقوم به إلا القلة من أصحاب
الضمير والوعي والثقافة. والدة عبد العزيز المشري كان لها تأثير مباشر وغير مباشر كبير على إبداعاته. هي في الواقع لم تكن أم عادية، يعني لم تكن هذه المرأة التي احتضنت، ربت، سهرت عليه ليالي. كانت أيضا امرأة، صحيح أنه يمكن تعليمها بسيط، ولكن كانت حساسة. كان يقعد ويحكي لها إيش كتب وإيش يعمل، وهي أيضا كانت يعني زي الحكواتي بالنسبة لكثير من أعماله. لما رحت الجنوب كنت أشعر أني كأني أعرف نساء الجنوب، وهذا ساعدني كثير بحثيا وإنسانيا، لأني كنت وأنا بأتعرف على النساء في حقيقتهم في مواقعهم لما تقف أمامي المرأة بقامتها الفارعة المشدودة الممشوقة وهي بالعمل وبكدح العمل وبملابسها اللي هي بالتراث الجنوبي، كنت أشعر كأني أتعرف عليه، كأني أعرفها لأني عرفتها أيضا فيما قرأته في كتابات عبد العزيز. امتد عمله في جريدة اليوم من عام 75 حتى عام 81 ميلادية، حيث اضطر بعدها لمغادرة الدمام والبقاء في مصر لمدة عام ونصف. لما عبد العزيز كان يروح مصر كان يشعر انه كأنه راح يشوف اخو له هناك اسمه حسين حمودة. حسين حمودة في الحقيقة هذا شخص كان صديق حميم في القراءات والمساءلات والمتابعات، وعادني للتراث مرة أخرى. بداية تعرفي بعبد العزيز مشري كانت منذ حوالي ربع قرن من الآن. تاريخيا كان هذا اللقاء مرتبطا بالسنوات الأولى في فترة الثمانينيات من القرن العشرين طبعا، وثقافيا أو إبداعيا كان هذا اللقاء يقع فيما بين عملين من أعمال عبد العزيز مشري، بين مجموعته موت على الماء التي أصدرها عام 1979 ومجموعته التالية أصفار السروي التي أصدرها عام 1986. اللقاء الأول كان عن طريق الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ثم سافر عبد العزيز المشري وعاد، وكانت لنا لقاءات متعددة وبعضها تم مع الأستاذ صنع الله إبراهيم. بفضل الأستاذ حسين حمودة هو اللي عرفنا ببعض، وبدأت علاقة استمرت لغاية وفاته. يعني العلاقة دي كانت كتير مثرية ليا وله، لأنه احنا كنا دايما يعني في نقاش مستمر حوالين الكتابة. الحقيقة أن هذه اللقاءات في تلك الفترة كانت مفيدة جدا ومهمة جدا، أعتقد بالنسبة لي وبالنسبة له، لأن كلينا يعني كان بداخله تساؤلات كثيرة جدا حول الإبداع وحول الأدب وحول ما يمكن أن يكتب وحول ما يمكن أن يكون فعالا ومؤثرا ومفيدا من التجربة الأدبية بالنسبة للناس، وحول العالم الذي يمكن أن يركز عليه الكاتب في أعماله. وبدأ كتابة القصة القصيرة، فأبدع أولى مجموعاته بعنوان موت على الماء، وتم إصدارها في عام 78 ميلادية عن نادي الرياض الأدبي. هذه المجموعة لفتت الأنظار إليه من قبل الكتاب والمهتمين في تلك المرحلة. مجموعة قصص تعكس مرحلة الوعي اللي أنا كنت فيها، مرحلة وعي تتناقض تماما بل تتعادى مع كل الموروث السابق، سواء كان هذا الموروث موجود في الورق الأصفر أو أحيانا تلقيته من داخل القرية حسب تعاليمها هي كقرية منتجة وليس مكتوب. كان يكتب الرواية في مرحلة لم يكن لدينا من يمتلك الجلد على كتابة عمل روائي، أما عبد العزيز فقد انهمك في ذلك المجال.
وأبدع أكثر من 7 روايات حتى وفاته. بعد مرحلة من الوعي يمكن استمرت 7 سنوات لم أكتب شيئا بعد موت على الماء، ثم كتبت رواية الوسمية وكانت كتابتها في القاهرة. فوجئت بالرواية بتاعت الوسمية، وشعرت انه يعني انا قدام موهبة روائية من الدرجة الأولى، وبتحتفي أساسا بالجذور، يعني القرية والمكان والذكريات الطفولة وكل هذا. وهذه الرواية كانت يعني نجحت، اتعملت هنا، طبعت هنا في مصر، ولقت صدى جيد، ودشنت يعني مسيرة عبد العزيز كروائي من الدرجة الأولى. وخصوصا أن التجربة الروائية وقتها، أنا بتكلم على من أكثر من 20 سنة، يعني التجربة الروائية في السعودية كانت ما زالت في بدايتها، فهو على الفور تصدر هذه التجربة. ففي الوسمية اشتغل على شق الطريق الجديد إلى المدينة، أو الذي يوصل القرية أو يوصل القرية بالمدينة، وأظهر لنا عملية الصراع الذي نتج عن معارضة وموافقة عند مجتمع القرية. هناك في حدس مبطن أنه إقبالنا على المدينة في خطر، وفي تشوق وتشوف واستشراف للمستقبل عند مجموعة آخرين. الحقيقة أهم شيء في أعمال عبد العزيز هي الحتمية في النهاية، أنه لابد، لأنه هذه حتمية تاريخية لابد أن تقع، فيدخل الطريق إلى القرية أو ينفذ الطريق إلى القرية، وذلك أمرا محددا هو أن القرية هي التي سعت إلى الاتصال بالمدينة، إلى الاتصال بالعالم الخارجي، وعليها أن تتحمل تبعات ذلك. استعرت مرة ثوبا جنوبيا أزرقا كان هدية من جدة عبد العزيز المشري، وكان ذلك كافيا لأتشبث بالثوب إلى آخر خيط في ستانه وغرزه البرتقالية الممتدة من أعلى الرقبة إلى ما تحت الكعب، كدمع غزير أو مشرق شمس. فلم أعيد ذلك الثوب قط، ولا زلت بعد 20 سنة أحتفظ بالثوب وألبسه في كل المناسبات التي أريد أن أتباهى فيها بما يربطني من شغف ومشتركات مع كل ما جاء في الوسمية وبوح السنابل والحصن وصالحة وريح الكادي ومكاشفات السيف والوردة والديار من زهو وحزن نساء الجنوب وناسه. عبد العزيز مشري في نصوص تالية له كتب عن هذه الصلة بقريته النائية في الزمن وفي المكان معا بكلمات واضحة ناصعة جدا فيما أتصور. هو كتب بالنص في كتابه مكاشفات السيف والوردة: هناك في عالم القرية وجدت الحماية والملجأ، قلة التشوه، الحياة النقية، الصدق في التعامل، العدالة البدائية. يعني أولئك الناس الذين مرتبطوا بوسائل إنتاجهم وبإطار نظامهم العرفي الذي يحكم العدل، وبحريتهم وبعدم العنصرية وعدم التجزئة بين الرجل والمرأة في الحياة. ليس هناك فصل، فالمرأة تعمل كالرجل، وليس هناك مجال للتفنن في عمليات الصبغات الجديدة في المجتمع التي يراها القروية الآن. وتجربة الأستاذ عبد العزيز المشري تجربة يتقاطع فيها الهم الاجتماعي مع البعد الوجودي لتجربة الإنسان في القرية. أيضا تجربة ممكن أن تحمل على مستوى أكبر من حيث صراع القيم بين القرية والمدينة كتمثيلات رمزية للصراع في زمن التحولات الاقتصادية في حقبة الثمانينيات الميلادية. وكان نموذجا للالتفات إلى المكان المحلي، حيث أن بعض الروايات السابقة كانت تتحايل على الضوابط الاجتماعية
بتصدير جنسية البطل أو مكان حركته إلى الخارج حتى يتم لها من خلال ذلك التحايل الخروج على المواضعات والأعراف الاجتماعية. عبد العزيز وطن التجربة باستنباته إبداعه الروائي من خلال توطينه في مكان، في أشخاص، في رؤى، في أحلام، في صراع اجتماعي داخل القرية التي لا تعني بالتحديد قريته وحدها، وإنما هي نموذج لكل قرية في الوطن العربي أو خارجه. قيم القرية ترتبط بالترابط وبالتعارف وبالحميمية وبالصلة التي لم تنقطع بعد عن الطبيعة إلى آخره، فضلا عن بعض القيم الأخرى التي أشار إليها عبد العزيز مشري في كلماته هذه، منها قيمة العدالة البدائية التي رآها هو في قريته هذه. أعتقد أن الحنين الأول إلى عالم القرية يمثل موضوعة أساسية ومهمة عند عدد كبير جدا من الكتاب، ليس في الوطن العربي فقط وإنما في العالم كله. وأعتقد أن هذا الحنين يمكن أن يرتبط بفكرة العودة إلى هذا الزمن البكر الأول، وإلى هذا المكان البكر الأول، وإلى هذه الصلات التي لم تنقطع عن ما يجب ألا يتم الانقطاع عنه. أتصور أن هذا الحنين مثل جزءا أساسيا في تجربة كثيرين من الكتاب، وأعتقد أنه مثل جزءا أساسيا من تجربة عبد العزيز مشري التالية كلها، خصوصا في رواياته التي ركزت على عالم القرية، وفي مجموعاته القصصية أيضا التي ركزت على عالم القرية. والمكان عبد العزيز مشري يرتبط بقيم ثقافية نادرا تجدها في أعمال أخرى. على سبيل المثال المطر، هو يوظف المطر في رواياته وخاصة في منابت الشجر، الغيوم منابت الشجر، وهي الرواية الثانية له، ليس كحادثا طبيعيا إنما كحدثا ثقافيا تلتف حوله القرية. وأيضا له أصداف في الوسمية وفي ريح الكادي وفي غيرها من الروايات تلتف حوله القرية، ويصبح يعني له عمق وجودي في حياتهم. صالحة هي الرواية المختلفة نوعا ما، رغم أن مكانها هي القرية، ورغم أن اللغة فيها كما قلت في مستواها النفعي، لكن عبد العزيز مشري في هذه الرواية يقدم البطولة الفردية التي غابت في الروايات الأخرى بالمعنى الحقيقي، البطولة التي تصارع وتناضل مجموعة وتنتصر بقيمها لا بقوتها يعني. وهذه الشخصية الطريف في الأمر أنها امرأة وليست رجل، والصعوبة تبدو أكبر، وفكرة الصراع تبدو أعمق، والاختلال الموازين في الصراع واضح جدا لمصلحة الرجل، وخاصة إذا أدركنا أنه في الرواية في تمثيلات رمزية اللي ما هو أكبر للسلطة الدينية وللسلطة السياسية وأيضا للسلطة الاقتصادية. يبدو لي أنه عمل بجهد خارق بحسب إمكانياته وظروفه الصحية على روايته الأخيرة المغزول، حيث حاول فيها أن يزاوج أو يدمج بين الأزمنة والأمكنة وبين رمز بعض الأبطال الشخصيين في التاريخ وبين واقع البطل الرئيسي، وخرج بعمل أعتبره في ذروة أعماله السابقة. لقد تحدى نفسه، وبالتالي جعل هذا العمل المتميز أن يكون آخر أعماله. أعتقد أن عبد العزيز مشري مثل بأعماله كلها تجربة مهمة جدا في سياق تجربة القصة والرواية العربية، وأعتقد أنه استطاع أن يلتقط عالما خاصا به جدا فيما يخص هذا المجتمع الجنوبي المغلق الذي مثل اكتشافا على المستوى الإنساني، والذي حوله عبد العزيز مشري إلى اكتشاف على المستوى التقني أو الأسلوبي الأدبي بوجه عام. هي تجربة مهمة جدا وستظل مهمة جدا من تجارب الأدب العربي التي راهن فيها كاتب حقيقي على أن يلتقط عالما حقيقيا، وعلى أن يبحث عن أساليب جمالية
تتسق وروح هذا العالم وجوهره. مبكرا كان لدى عبد العزيز شغف بالرسم، ولعل المناخ وتبدلاته والطبيعة وتبدلاتها دور في ذلك. كان يرسم رسما طبيعيا للمنطقة، وحين انتقل إلى الدمام والتقينا به أنا وجبير مليحان وبعض الأصدقاء، وجدنا لديه تلك الموهبة. بدأ يستخدم ريشته ليبدع تجريدات لفتت انتباهنا في الجريدة، ومن ثم لفتت انتباه مدير التحرير، فكلفه برسم لوحات تعبيرية أو تجريدية لمرافقة الإبداع القصصي أو الشعري الذي تنشره الجريدة. وبعد أن بدأنا بإصدار الملحق الأدبي لجريدة اليوم المربد، أصبح عبد العزيز يرسم معظم لوحات الإبداع التشكيلية والتجريدية معا. عبد العزيز كان فعلا عينه عين كاميرا وعين مصور وفنان تشكيلي، لأنه كان ينقل زي ما قلنا أحداث بقدرة كاتب وعين رسام، لو نحطها بالطريقة دي. كان يمارس شغفه القديم مع الألوان. أقام معرض في جدة بعنوان البيئة المحلية وتحولاتها الاجتماعية. افتتح هذا المعرض وافتتحه الأستاذ عبد المقصود خوجة، وحضر عدد يعني لا بأس به في الحقيقة من الإعلاميين، من أصدقاء، من المثقفين، أيضا من الزوار كان عدد كبير. أجل لوحاته طبعا أهداها إلى عدد من أصدقائه، بعضها باعها والبعض الآخر لا زالت موجودة في مكتبته حتى هذه اللحظة. بعد فترة من وفاة عبد العزيز، شهر تقريبا أو شهرين، كانت ردة فعلي كفنانة وكإنسانة يهمها حفظ تراث الإنسان مهم زي هذا، إنها تعمل له متحف.
انتقل إلى جدة في هذا المنزل الذي نصور فيه الآن. كان حريص جدا 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 على مكتبته. طبعا أذكر أحد الأصدقاء عرض عليه مبلغا من المال، يعني أيام أزمة مادية، لبيع المكتبة، ولكنه رفض رفضا قاطعا. كان يحب أن يرتب الكتب بشكل بنفسه تحديدا، يعني يفرزها، ينظفها، يلتقي معها دائما. كان يهوى الموسيقى، كان يعزف على آلة العود أيضا. يما مويل الهوى، يما مويلي، طعن الخناجر على حكم الخسيس فيه. يما مويل الهوى، مويلية، طعن الخناجر ولا حكم الخسيس فيها. يما مويل الهوى، يما مويلية، طعن الخناجر ولا حكم الخسيس فيها. الصبر حلم العواجز، يطرح ظهور الأماني، والقهر عدى الحواجز، وأنا اللي واقف مكاني. الصبر حلم العواجز، يطرح ظهور الأماني، والقهر عدى الحواجز، وأنا اللي واقف مكاني. شايف غيطان البشاير، خايف وكان